السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا بنبارك لفوز نادي الزمالك على نادي الإسماعيلي 2-0، عبد الله السعيد وعدي الدباغ. طبعا الفوز ده كان مهم يا جماعة عشان يخلينا في الصدارة. الزمالك النهارده كان بيلعب مش زي المباراة بتاعة المصري في الأداء و في الضغط وفي كل حاجة. النهارده كان مختلف نوعا ما على عن المباراة بتاعة المصري. واحد هيقول لي طب ليه؟ هقول له عشان الزمالك نازل مضغوط، علشان المصري امبارح لعب الماتش اللي كان ليه وفاز امبارح وتصدر الدوري يعتبر مؤقت. فالزمالك النهارده الحمد لله ربنا كرمنا وفوزنا ورجعنا تاني على الصداره اللي ان شاء الله الزمالك يفضل عليها لحد نهايه الموسم والحصول باذن الله على الدوري الممتاز. لكن النهارده الاسماعيلي كان طبعا بيلعب بشبابه. الاسماعيلي اللي النهارده برضو بنناشد كل انديه مصر يا جماعه. النهارده الاسماعيلي عمل زي الزمالك في حته اللعيبه اللي بتمشي وما بتاخدش ساعات حقوقها. ليه؟ غصب عنهم، لان مفيش اصلا موارد ماليه، فعشان كده اللاعب بيمشي ويعمل الشكوى. واحنا قلنا يا جماعه اللاعب بيمشي ليه؟ عشان ضعف مستواه، وده اللي ناشدنا بيه كل الناس كل الانديه في مصر. بناشد يا جماعه بالله عليكم كل انديه مصر، اي لاعب يجي من بره افريقيا عربيا اوروبيا كمان يا جماعه يتعمل له معايشه بتاع شهر، يعني معايشه في حدود شهر كده، نشوفه مباراه وديه ونشوفه في ارض الملعب. هل اللاعب ده زي الفيديوهات اللي بعتوها لنا هو نفس اللاعب، ولا يعني دي فيديوهات يعني معموله ومتظبطه عشان اخد اللاعب يمضي عندي وبعد كده بعد ما يمضي نفاجئ نلاقي اللاعب مستواه على قده جدا. وده شفناه كتير. وليه ما بنتعلمش؟ ليه ما بنتعلمش يا جماعه من الاخطاء دي؟ فالاسماعيلي يا جماعه دلوقتي بيتعاقب عشان واقف دلوقتي فتره قيد عشان موضوع اللعيبه اللي مشيت ورفعت قضايا على النادي. فهو ده اللي مخلي برضو النادي بيلعب بشبابه بناشئينه. بس نعذر اللعيبه، ده لسه صغيرين، لعيبه كلها يعني يعتبر صغيرين، هم المستقبل ليهم. وفي لاعب يعني هيبقى عالي جدا جدا، وبقول يا ريت نادي الزمالك يبص عليه من دلوقتي. خطاري ده لاعب عالي جدا جدا جدا، ده لاعب مهاري، ده لاعب سريع، ده لاعب سريع الحركه كده، وتلاقيه برضو عامل زي اخوان بزيره كده حريف. لكن طبعا اخوان اعلى بكتير، بس هو مع الشغل مع يكون ان شاء الله في نادي زي نادي الزمالك هيفرق. صدقوني اللاعب ده انا بقول عليه، والسنين الجايه هتشهد على كده، لان اللاعب دوت هيبقى في حته كويسه والاسماعيلي هيستثمر فيه في خلال السنوات القادمه. طيب نرجع بنقول نادي الزمالك ما اداش نفس الاداء بتاع ماتش المصري. ليه؟ لان اول حاجه قلنا مضغوط، لان عندنا الحاله الثانيه او الحاجه الثانيه اللي برضو ما زلنا عندنا حته يعني مش نقول نتعالى او استهتار، نقول حته الثقه بالنفس شويه. اللي انا النهارده بلاعب الاسماعيلي، اللعيبه النهارده صغيره بتاعت الاسماعيلي، لعيبه ما عندهاش خبره. انا عندي كتير خبره، عندي عبد الله السعيد ومحمد صبحي وعندي عدي الدباغ، وعندي يعني عبد المجيد بقى خبره دلوقتي، وعندي دلوقتي لعيبه كلها خبرات، ناصر ماهر، ويعني خبرات. طبعا لعيبه الزمالك افضل من خبرات او لعيبه الاسماعيلي بمراحل، لان يمكن في ناس في الاسماعيلي اول مره يلعبوا دوري ممتاز. ليه؟ اغلبيتهم قلنا ناشئين. لكن النهارده الزمالك عرف يحافظ على الصداره. النهارده الزمالك في لعيبه رجعت لمستواها يعني شويه، او نقول نوعا ما، زي النهارده احمد حمدي. لا النهارده احمد حمدي فرق. النهارده احمد حمدي لا هيفيد الزمالك كتير قوي 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 في المباريات اللي جايه. احمد حمدي بادائه دوت اللي هو لعبه النهارده نازل في الدقيقه 66 تقريبا او 65، وتحس نازل فايق. واحنا انتقدناه الماتش اللي فات قلنا كان زعلان او كان متضايق، لكن النهارده لا، هو ده احمد حمدي اللي احنا عايزينه، هو ده الكابتن ماجد اللي احنا قلنا عليه بتاع بطوله افريقيا. فان شاء الله يفضل افضل من كده المباريات اللي جايه، لان المباريات اللي جايه يا جماعه كلها صعبه.
مفيش مباراة سهلة. احنا ضيعنا 5 نقط مع المقاولين ووادي دجلة، واحنا قلنا دول يعني مع احترامنا ليهم دول في متوسط الدوري. فان شاء الله اللي جاي يبقى افضل بالنسبه للاعبتنا. لكن بقى ملحوظه كده لكل لاعب صغيره. النهارده صبحي يعني، او نحلل بقى النهارده الاداء بتاع اللعيبه زي ما احنا متعودين. النهارده صبحي طبعا لم يختبر. النهارده عبد المجيد شال كوره من قلب الجون كانت ممكن تقلب الماتش علينا ويبقى النتيجه 2-1، ونخش بقى في ايه، في الاعصاب، ويعني نستنى المباراه تنتهي بالفوز ونتوتر واللعيبه تتوتر. لكن الحمد لله رب العالمين عبد المجيد طلع راجل، وهو ده اداء عبد المجيد اللي احنا عايزينه. هو ده عبد المجيد اللي عايزينه يفكر في الزمالك بس، مش عايزينه يفكر في اي حاجه. وبقول له يا عبد المجيد ان شاء الله لو انت ناوي على الاحتراف الحقيقي ان شاء الله هو جاي، ما تقلقش. الاحتراف الحقيقي ان شاء الله هيجي باذن الله، فما تقلقش وطور من نفسك زي ما انت ماشي كده، وان شاء الله باذنك انت يا رب ربنا مش هيضيع مجهودك. محمد اسماعيل بقى عايزين نقرصه كده من ودنه ونقول له احنا شكرنا فيك الماتش اللي فات، وقلنا انت لاعب واعد، وان شاء الله يعني هتكون باذن الله يعني من افضل خط ظهر في مصر، هتبقى افضل لعيبه خط الظهر في مصر، وده اللي احنا شايفينه. لكن النهارده انت كنت بتزودها، النهارده عايز تقط، النهارده عايز بتتقل بالكوره، بتتقع على الكوره كتير. لا، عايزين نرجع زي الماتش الاولاني، اللمسه واللعبه. اول كورتين انت لعبت سروهين من ورا كانوا حلوين جدا جدا. فمش عارف بقى، مش عايزين حته اللي انت تبص للاعلام والسوشيال ميديا وتقعد بقى تبص على هنا وتبص على دي، والكلمه دي من قال عليا ايه ومين اللي كتب عليا ايه لا، خليك في اللي انت فيه. انت واخد فرصه ربنا كرمك بيها. الايقاف بتاع الونش خلانا نشوف لعيب. احنا شايفينك طبعا من ايام زد، لان اللعيب كويس جدا، وكنا بنقول يا ريت يجي الزمالك. فاللاعب اضافه واضافه قويه، فاتمنى يعني قرصه الودن تيجي من فيريرا، عشان مش عايزين بالله عليكم حته يعني نخسره، لان هو لعيب كويس ولعيب جامد جدا. نقول بقى يعني النهارده برضو الف سلامه لعمر جابر، لان طبعا برضو غلطه من فيريرا. يعني انت الماتش اللي فات كنت مخليه الباك الافريقي اللي احنا جايبينه، اللي انا لسه ما حفظتش اسمه بصراحه. والنهارده مطلعه بره التشكيل، والنهارده حاطط 3 يعتبر بيلعبوا روس حرب. يعني لما تكون حاطط احمد شريف فرنسي وحاطط عمرو ناصر ومفيش باك، يعني دي برضو خطأ كبير لفريرا. لا يعني لو بيلاعب فرقه كبيره مع احترامنا للاسماعيلي، لا كان هيحصل مشكله، لان صلاح مصدق مش مكانه. صلاح مصدق لعب على قد امكانياته في المكان لكن مش مكانه. النهارده برضو نقول على اللاعب، يعني النهارده مش اللي هو مش الاداء بتاع الماتش اللي فات اللي احنا اشدنا بيه، اللي هو بنتايك النهارده لا تحس اللي هو مش الاداء بتاع الماتش اللي فات. لكن احنا عارفين اللعيب في مصر مش دايما لعيب المصري، مش دايما اللعيب المصري يا جماعه مستواه على طول ثابت، لازم يبقى فيه حبه فوق وحبه تحت. لكن برضو نقول يعني نتمنى نشوفه في الافضل اللي جاي باذن الله. طبعا برضو ناصر ماهر انت كنت كويس قوي الماتش اللي فات، وقعدنا نقول ناصر ترمومتر نادي الزمالك. النهارده لا، ناصر ماهر لا، النهارده في يعني نقول مثلا هنقول ايه، يعني لازم نمشي على سطر ونسيب سطر؟ لا يا ناصر، احنا بنقول انت نجم كبير، فنتمنى اللي انت يعني تخليك على المستوى الثابت، لان انت ترمومتر نادي الزمالك. انت لما بتكون فايق بتفوق الدنيا معاك وتفوق نادي الزمالك. لكن النهارده بقى نقول عبد الله السعيد نجم يا جماعه، واخد احسن لاعب في المباراه لان يستحقها. عبد الله النهارده فايق قوي قوي قوي، وبصراحه عامل مباراه عاليه قوي المباراه الاخرانيه دي. والنجم بقى اللي نتمنى اللي يفضل في علو، قاعد بيعلى من مباراه لمباراه، لازم نديله حقه زي ما احنا كنا بننتقده، اللي هو دونجا بصراحه يا جماعه عامل مباريات الاخرانيه دي كلها كويسه. يعني في لسه ما جابش المستوى اللي احنا طالبينه منه قوي، لكن بصراحه بدأ يرجع لمستواه العالي، ونتمنى ان شاء الله نشوفه في افضل حاله على طول. طبعا بقى يعني بصراحه في نجم بقى اللي احنا مش لاقي له يعني تحليل، يعني ادم قائد. ادم مره يقول لك يعني هو مظلوم عشان بيلعب وينج.
طبعا بعد كده لما نزل عبد الحميد معالي، قلنا لعب 10. لو بصينا هنلاقيه لعب 10 شويه. ادم برضو لسه ما ظهرش، لسه ما حطش اللمسه اللي احنا نقول عليه نجم كبير، لسه ما حسيناش باضافته قوي. هو شكله لاعب عنده بصراحه وقلنا، لكن يعني نتمنى يعني يكون اسرع من كده بقى رد فعله، يبقى اسرع من كده. يعني بصراحه ادم برضو عنده يعني بطء شويه في الكوره، عنده بطء يعني في تفكير. يعني حته اللي انت المفروض خد الكوره وبص هتعمل ايه بسرعه، الكوره ما بتستناش كتير كده. فاتمنى اللي هو يكون عنده رد فعل اسرع من كده. لكن اغلبيه اللعيبه الحمد لله كانت في حاله كويسه. برضو بنقول لفتوح يعني نتمنى برضو ترجع لمستواك اللي انت يعني قلنا اثر في نفسه قوي. صراحه فتوح اثر في نفسه جدا. نتمنى يا جماعه اللي انتوا تبصوا لمصلحه نادي الزمالك، وكله يفكر ان شاء الله، لان الدوري ده يكون لنادي الزمالك. لازم كله يفكر ان الدوري ده يكون لنادي الزمالك، لان انت بتتحدى حاجات بيه كتير قوي، بتتحدى النقاد واعلاميين، لان كله قال لك الزمالك هيبقى في المركز الثالث. لكن الحمد لله ان احنا النهارده متصدر الدوري، وان شاء الله نفضل على الصداره باذن الله لحد النهايه، والفوز باذن الله بالدوري العام باذن الله. طبعا بشكركم، وان شاء الله نشوفكم في تحليل مباراة قادمة باذن الله، وشكرا.